السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم متابعين قناة حسام فيد مودرن. معاكم بفضل الله سبحانه وتعالى في فيديو جديد. هنعرض لكم الترابيزة الذكية، موديل جميل جدا جدا. بسم الله ما شاء الله، حاجة ما شاء الله جميلة جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. تم تنفيذ الترابيزة يا جماعة لصديق القناة الدكتور مدحت شاكر من محافظة الإسكندرية. بفضل الله بعد ما شافوا شغلنا على اليوتيوب الحمد لله تواصلوا معنا وطلبوا مننا الترابيزة دي. الترابيزة مقاسها يا جماعة 75 في 75، بتفرد معانا 75 في 150 كترابيزة سفرة. والدكتور حولوا لنا عربون 500 جنيه كجدية اتفاق، وإن شاء الله باقي الحساب يكون مع التسليم بعد التأكد من جودة المنتج إن شاء الله. والدكتور مدحت من محافظة اسكندرية، فالشحن إن شاء الله لمحافظة اسكندرية هدية إن شاء الله سبحانه وتعالى. الدكتور طلبوا مننا الترابيزة تكون بنفس اللون الجميل ده على صورة هم بعتوها لنا الحمد لله، وتم التنفيذ على الصورة بالظبط. طلبوا مننا ان الرجول بتاعة الترابيزة تبقى لفوق خالص تحت القرص على طول، وتم التنفيذ بفضل الله سبحانه وتعالى زي ما طلبوا مننا. الترابيزة يا جماعة مقاسها 75 في 75، بتفرد معانا كترابيزة سفرة 75 في 150 سم. بتفرق كترابيزة السفرة يا جماعة 75 في 150 في 150 سم. واستخدام الترابيزة يا جماعة سهل جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. زي ما هنعرض إن شاء الله سبحانه وتعالى لحضراتكم دلوقتي. تستخدم معانا كترابيزة سفرة، وتستخدم كمان كترابيزة أنتريه أو ركنة. استخدامها سهل جدا جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. الدكتور مدحت طلبوا مننا ان احنا ما نركبش العجل بتاع الترابيزه زي الترابيزه دي كده يا جماعه. طلبوا مننا ما نركبش العجل، وهم هيبقوا يركبوا العجل ان شاء الله سبحانه وتعالى عندهم اذا كان من الافضل ان هم يركبوه. هي مقاسها 75 يا جماعه سم في 75، في ارتفاع حوالي 48.5 من الارض، 48.5 من الارض. واستخدامها سهل جدا جدا يا جماعه. بنبدا نرفع الترابيزه من الجنب المقابل لوحده المفصلات. معانا 2 مفصلات تركي، حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. بعد ما بترفع معانا وحده الميكانيزم بنبدا نقلب القرصه دي كده يا جماعه. بقت معانا ما شاء الله 75 سم في 150 سم. الدكتور مدحت طلبوا مننا ان ارتفاع الترابيزه وهي بدون العجل ما يزيدش عن 74 سم، 74 سم. وبعد ما استخدمنا الترابيزه كسفره بنبدا نرجعها تاني. القرصه دي بترجع تاني. معانا صحارة تخزين هنا يا جماعه، مساحتها حوالي 25 او 27 في عمق حوالي 70، في عمق حوالي 70 سم. ممكن ست البيت تحط فيها اي حاجه تخص السفره، او اذا الاولاد بيذاكروا على الترابيزه ممكن الكتب بتاعتهم والمذكرات تتحط في الجزء اللي في الداخل ده. بعد كده بنرجع الترابيزه في مكانها تاني. بقت ترابيزه انتريه عاديه خالص خالص خالص. بسم الله ما شاء الله. الترابيزه مدهونه دهان فرن، حاجه بسم الله ما شاء الله جميله جدا جدا. بسم الله ما شاء الله. ومطلوبه على حسب ما الدكتور طلبوا مننا ان هي تكون نص لمعه، ما تبقاش لمعه كامله، نص لمعه. والدهان بسم الله ما شاء الله زي ما احنا شايفين جميل جدا جدا، وزي الصوره الحمد لله اللي الدكتور بعتها لنا الحمد لله. ان شاء الله في نهايه الفيديو بنشكركم على حسن المتابعه. بنقول لكم لاول مره يشاهدنا اذا عجبوا الفيديو يضغط اعجاب، ما تنسوش تتابعونا وتشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله سبحانه وتعالى بننشره. اللي حابب يستفسر عن منتجاتنا واسعارنا الرقم متثبت على الشريط اسفل الفيديو، كمان رقم التليفون موجود تحت في وصف الفيديو. وانتظرونا ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير ان شاء الله تنال اعجاب حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.